اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قناة بناتي حياتي. النهارده هننضف اوضه الاطفال مع بعض، وهنفرشها بقى فرش الشتاء عشان ندفيها. بس قبل ما ندخل الفيديو ما ننساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه ومشاركه الفيديو وتفعيل زر الجرس للكل عشان يوصل لكل جديد. يلا ندخل الفيديو ونقول بسم الله. قبل ما ننضف كده الاوضه حبيت اوريكم حاجات كده اشتريتها. انا وريتكم قبل كده مشتريات بسيطه كده جبتها عشان هنعمل تجديدات في اوضه الاطفال، بس في حاجه اشتريتها بعدها وحابه اوريها لكم قبل ما ابتدي الفيديو. حافظه سجاد لاوضه الاطفال. جبت الحافظه دي، سعرها حلو جدا وخامتها ممتازه جدا. اهي خامتها جميله جدا وقطيفه وجميله، تدفي البنات في الشتاء. خامتها حلوه جدا وقطيفه وجميله. هنفرشها مع بعض وتشوفوا شكلها هي ومفروشه. المنظمات دي عشان عملت المنظمات دي للبنات عشان انظم لهم حاجتهم. انا عملتها قبل كده معاكم في القناه، موجوده عندنا في البيت، ممكن تعملوا لها اعاده تدوير. شوفوا الحاجات دي في الفيديوهات القديمه اللي في القناه، شوفوا الفيديوهات دي عندي على القناه، حاجات جميله جدا واعملوها حاجات عندنا يعني في البيت ونعيد تدويرها. اهي عملتها للبنات عشان انظم لهم فيها حاجتهم. الحاجات دي الملايات والفوط والمنظفات بتاعتي، عشان الحاجات اللي هنضف بيها رصها جنبي عشان يبقى حاجتي جنبي بدل ما افضل رايحه جايه لحاجتي، عشان ايه تبقى سهله بدل ما افضل اروح واجي. وعملت بالقلموتال عشان برضو هوريكم هستخدمه في ايه. اهو عملته بالقلموتال هوريكم انا هستخدمه في ايه. والحاجات طبعا اللي اشتريناها من سنتر درب السعاده والفيديو بتاع المشتريات انا جنبي عشان يبقى كل حاجتي جنبيه بدل ما افضل اروح ادور عليهم او اروح اجيبهم. مخليه حاجتي جنبيه عشان انا بنظف وافرش على طول. تمام كده. انا حبيت الاول اتكلم بصوتي واوريكم الحاجات اللي جبتها، الحافظه والرف القلموتال والمنظمات اللي انا عملتها. يلا بينا بقى قومي تنشطي وتشجعي، وقومي بقى دفي بيتك في الشتاء. يلا بينا وقول بسم الله. كده بقى انا داخله الاوضه. انا حبيت اوريكم شكلها قبل ما انضفها عشان تشوفوا شكلها قبل وبعد. الحاجات دي طبعا اللي انا هفرشها والملايات وكده انا مخليها جنبي عشان تبقى ايه سهله بالنسبه لي، بدل ما افضل رايحه جايه اجيب فيهم، لا تبقى جنبي عشان افضل ايه افرشهم يعني. ادي كده شكل الاوضه قبل ما انضفها. معلش سامحوني على يعني منظر الاوضه مكركبه، بس دلوقتي هنخليها فله. اول حاجه كده معايا مسكت الزعافه، قلت ازعف الحيطان والسقف وكل حاجه معايا هزعفها. هاخد الحيطان كلها كده بالزعافه واخليها فله. الخشبه اللي ظاهره دي اللي جنب السرير دي البلتكانه بتاعت الستاره اللي بنعلق فيها الستاره، بس انا عندي مساحه الشقه ضيقه ملهاش مكان. ركنتها هنا على جنب لحد يعني ايه ما الاقي لي يعني مكان او مساحه يعني وابتدي اعلقها. ادي كده برضو هنا برضو الجنب التاني اهو برضو هعمله بالزعافه. الفيش اللي ظاهره دي بتاعت التلاجة وبتاعت التلفزيون. انا النهارده حبيت اشارككم انا وبنضف الاوضه عشان اشجعك. لو انتي مثلا في حاجه في البيت عايزه تتعمل قومي اعمليها. كسلانه بردانه لا ارمي الكسل ورا ظهرك واعملي شغلك. قومي كده تنشطي واعملي شغلك. انا هنا بقى خدت الباب الحيطه اللي في ظهر الباب يعني زعفتها، قفلت الباب وزعفتها برضو من المره. انا ما سبتش حته في الاوضه الا لما زعفتها. طبعا برضو ما نسيتش المروحه، اهم حاجه برضو اخدت المروحه برضو كده زعفتها كلها اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما زعفت الاوضه كلها جبت المساحه دي عشان امسح بيها الحيطان. دي جميله جدا يا بنات في مسح الحيطان، بتوفر مجهود ووقت وجميله جدا. جيبوها للحيطان جميله جدا. جبت ميه فيها كلوركس الوان ومعطر وبقيت امسح بيها ايه الحيطان، مخليه الميه جنبي كل شويه ابل المساحه وامسح بيها ايه الحيطه. زي ما انتوا شايفين كده مسحت الاوضه كلها، حيطان الاوضه كلها، ومسحت المروحه، ما سبتش حته الا لما مسحتها. وريحه الاوضه كده من المعطر والكولوريكس يعني بقى ريحه الاوضه جميله جدا. زي ما انتوا شايفين اخدت الحيطان كلها والمروحه. انا باخد الحاجه يعني واحده واحده. اول حاجه ابتديت بيها زعفت الحيطان كلها، بعد كده مسحت الحيطان بالمساحه دي. بعد كده هبتدي بقى السرير دي هنفضه كويس والمعه وافرشه، يعني امسك حته حته جزئيه جزئيه عشان ما الاقيش الحاجه ايه يعني اتكركبت عليا. المخده دي مخلياها هنا عشان خاطر في فرق بين السرير والحيطه عشان بنتي بتنام يعني ومفيش حاجه تقع منهم. جبت الملمع دي بتاع الاساس يعني والاخشاب جميل جدا، جبته بقى عشان المع بيه ايه السرير يعني زي ما انتوا شايفين كده اهو. ادي خلصت السرير. هبتدي بقى دي ملمع التلاجة والميكروويف. هبتدي بقى امسح التلاجة الجنب بتاع التلاجة اللي هو ناحية السرير، يعني السرير
همسح ناحيته جنب التلاجة واي حاجة حواليه. تمام، همسك جزء جزء زي ما انتوا شايفين كده اهو. بلمع الجنب بتاع التلاجة اهو اللي هو جنب السرير، مسحته مرة وهلمعه مرة تاني. الملمع ده جميل جدا بتاع التلاجة والميكروويف، جيبوه بتاع ماي واي جميل جدا. بعد ما خلصت الجنب بتاع التلاجة اللي هو جنب السرير، همسك بقى ايه الكومودينو اللي جنب السرير برضو هديله تلميعة. البنات كانوا كاتبين عليه حاجة يعني ولازقة، هبتدي كده امسحه كويس مرة واتنين لحد ما يلمع معايا اهو زي ما انتوا شايفين. هديله بقى تلميعة واتنين لحد ما الاقيه زي الفل معايا اهو. وبعد كده ايه جنب بتاع السرير بقى في اخر السرير برضو هديله تلميع. انا مش هسيب حته معايا في الاوضه الا لما هلمعها واخليها زي الفل. خلصت كده السرير، هبتدي ايه الجزئيه بتاعت الدولاب اللي في وش السرير هديله بقى تلميعه حلوه. واكره الدولاب برضو هديها تلميعه عشان خاطر مكان ما بنمسك الاكره بنفتح الدولاب هخليها برضو ايه بتلمع وزي الفل اهو زي ما انتوا شايفين كده. ممكن حد يقول لي طب انت ليه مدخله التلاجة في اوضه الاطفال؟ عشان ملهاش مكان. انا لو ليها مكان ما كنتش طبعا دخلتها في اوضه الاطفال. تمام كده، عشان محدش يجي يسالني يقول لي طلعي التلاجة بره ملهاش مكان، ليه مدخلها في اوضه الاطفال؟ عشان هي ملهاش مكان. تمام، لو ليها مكان ما كنتش دخلتها في اوضه الاطفال. هنا بقى ظهر الباب برضو هديله تلميعه بقى، الباب من بره ومن جوه. السواد ده اللي في الباب ده كان فيه جاكيت معلقينه يعني في الباب، ومع حراره الجو سحف الباب كانت خامته مش حلوه والجلد بتاعه سحف الباب. يعني غسلته كذا مره مسحتها ومش راضي يطلع يعني. بعد ما مسحت ظهر الباب طلعت بره بقى عشان امسح ايه الواجهه بتاعت الباب او وش الباب اهو. الملمع بتاع الاساس بتاع ماي واي جميل جدا. خلصت بقى كده هبتدي بقى امسح ايه وش التلاجة يعني اهو. باب التلاجة من بره هلمعها واخليها زي الفل. واكرة التلاجة كده من بره مكان ما بنمسك يعني التلاجة وبنفتحها وكده اهو. اللزق ده اللي في التلاجة ده مش لزق، ده الكيس بتاع التلاجة. الكيس بتاع التلاجة من ساعة ما جبناه يعني انا ما فكتهاش، يعني سايباه زي ما هو عشان يحافظ على التلاجة. هنا بقى همسح كده الترابيزه بتاعت البنات. انا العلبه دي البخاخه دي فضيت رحت عبيتها كلوركس الوان وشويه خل وخففتها بشويه ميه وبعقم وبنضف بيها اي حاجه قصادي. برضو الترابيزات دي اللي بيذاكروا عليها البنات برضو لمعتها لهم وعقمتها. والترابيزه اللي بخليها بين السرير برضو يعني لمعتها وعقمتها. ولمعت السرير التاني وخليته زي الفل، بس ما جبتوش معاكم عشان ما اطولش الفيديو. البيت ده اللي اشتريناه في المشتريات، فيديو المشتريات اللي اشتريته من سنتر درب السعادة. هلزقه اهو، ده بالفيس برضو هلزقه. هوريكم هلزقه ازاي وهنركبه مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بوريكم هلزقه كده اهو. هروح الزقه عشان ما اطولش عليكم الفيديو اهو. لزقته اهو زي ما انتوا شايفين كده، لزقته وهبتدي اركبه بقى في الحيطه. هلزقه بقى هنا في الحيطه مطرح ما بشاور. انا مرضتش اجيب من البيت دي 2 أو 3 عشان مش عايزه زحمه على الحيطه. انا جبت واحد كتغيير يعني في الاوضه او يدي شكل، يعني مش عايزه زحمه في الحيطه يعني. ادي علقته سهل جدا لزقه. وهجيب بقى الدبدوب القمر ده اللي ادوهالنا هديه عشان عملنا فاتوره، يعني لما يكون فاتورتك عملت مبلغ بيدوا هديه. احنا خدنا الهديه الدبدوب القمر ده علقته هنا. بعد ما خلصت بقى هبتدي انفض السرير. طبعا احنا خلاص لمعنا بقى الحيطان وعملتها بالزعافة، ولمعنا السراير والدولاب والتلاجة وخلينا كل حاجة بتلمع. والسرير التاني برضو لمعناه. هبتدي بقى افرش الملاية. انا مطبقه في كيس الملايه، في الملايه يعني كيس الخداديه وكيس المخده عشان ما اقعدش ادور عليها في الدولاب. كل ملايه بطبق في قلبها كيس الخداديه وكيس المخده عشان ما اقعدش ادور في الدولاب. لا، كل حاجه يعني كل ملايه حاجتها في قلبها اهو. فرشت بقى الملايه. انا هنا بوريكم الدبدوب اللي رسمه الدبدوب ده نفس الدبدوب اللي ادوهالنا هديه اللي معلقاه فوقهم، نفس الدبدوب اهو. بقى فرشت الملايه. شوف السرعه بقى، يعني بسرعه كده الملايه اتفرشت اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. اتفرشت وبقت زي الفل. دخلنا بقى على السرير التاني. افرش بقى السرير. هنا كنت بوريكم كيس الخداديه وكيس المخده متطبق يعني في قلب الملايه. انا كل ملايه بطبق في قلبها كيس الخداديه وكيس المخده عشان ما اقعدش لما اجي اكون عايزاهم يعني افضل اتوه في الدولاب. لا، الاقي كل حاجه كل ملايه حاجتها يعني في قلبها.
نزلت كل حاجه اللي على السرير، وهبتدي بقى افرش الملايه. هنا كنت بوريكم المخده مخليها هنا عشان خاطر في فرق بين الحيطه والسرير زي ما قلت لكم قبل كده، عشان خاطر البنات يعني لما بييجوا يناموا عليه ولو معاهم حاجه يعني ما تقعش بين السرير. هنا بقى ادي فرشت الملايه، شفت السرعه مفيش اسرع من كده. فرشت الملايه وجبت الدفايه بقى كده وخليتها لهم طرف السرير. خلصت كده بقى فرش الملايات يعني فرشتها. هبتدي بقى اكنس الاوضه اهو، هكنسها كلها بقى واطلع بقى اللي تحت السراير وهطلع بقى اللي تحت التلاجة واخليها زي الفل. وهنا كنست ورا الباب اهو، ورا باب الاوضه، وهبتدي بقى المهم بقى زي ما انتم شايفين كده اهو. جبت الجاروف بقى وهبتدي المهم. محدش يقول بقى ايه كميه الزباله اللي طلعت من الاوضه. طبعا دي اوضه اطفال قاعدين فيها على طول، بيلعبوا فيها بياكلوا فيها، لازم يعني نطلع منها شويه ورق يعني محترمين، ولازم تكون مكركبه. هنا بقى بعد ما كنست الاوضه كلها جبت شويه ميه فيهم كلوركس الوان وشويه معطر، وهمسح بقى الاوضه، همسح الاوضه كلها. الارض محدش يقول لي دي مش نظيف او عدم نظافه، لا هي لون الارض كده عشان ده بلاط. البلاط لونه كده تمام، مش عدم نظافه، هو البلاط لونه كده. مسحت بقى الاوضه كلها وشغلت المروحه بقى عشان الايه الارض تنشف يعني، وطلعت. بعد كده بقى ايه جيت بقى عشان افرش الحاجات البسيطه اللي فاضله. هنا بقى جبت المفرش الفرو ده الجميل ده عشان افرشه كده على الكومودينو. ضرفه الكومودينو معلش وقعه انا وبنضف راحت وقعت، يعني لسه كنت برتب حاجتي وراحت وقعت، معرفتش طبعا اعملها، عايزه مسامير وحاجات زي كده. جبت بقى هنا العلب اللي وريتها لكم اول الفيديو، المنظمات دي عشان انظم لهم حاجتهم على الكومودينو. هنا بقى المشاط بتاعتهم، ده الزيوت بتاعتهم، ده زيت بنتي اللي انا وريتها لكم قبل كده فيديو المشتريات بتاعه السفر لو فاكرين. اسمه زيت البرهان، اسمه زيت البرهان، بيعلنوا عليه في التلفزيون، جميل جدا يا بنات، تحفه، جربوه. كلمت عنه في الفيديو بتاع المشتريات بتاعه السفر، اسمعوا الفيديو ده جميل جدا. الزيت اسمه زيت البرهان، وده بديل الزيت. ودي علبه كده كريم مرطب للبشره وللايدين، وده البرفان بتاعهم اللي جبته من ماي واي. الفيديو المشتريات طبعا شفناه مع بعض، رصيت لهم كل حاجتهم كده على الكومودينو، والدبدوب بتاعهم القمر ده خليتها لهم هنا برضو على الكومودينو اهو، ده حاجتهم كده مرصوصه اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هنفرش الحافظه اللي شفناها في اول الفيديو مع بعض. الارض نشفت وهبتدي بقى افرشها اهو، هفرشها معاكم زي ما انتم شايفين. ادي فرشتها، وجبت هنا بسخة القمامة وصندوق اللعب بتاعهم والكراسي اللي بيقعدوا عليها وترابيزات اللي بيذاكروا عليها على طرف السرير والدفاية بتاعتهم. وهنا فرشت كده المشاية عند الباب. جبت البرفان عشان اعطر الأوضة كده على السراير وعلى الحافظة وفي كل حتة كده عشان اخلي ريحة الأوضة كده جميلة اهو زي ما انتم شايفين. ما لقيتش عندي معطر، قلت بالبرفان يعني اي حاجة موجودة عندك مشي نفسك بيها. اهم حاجة بعد ما تنضفي لازم يعني ايه تعطري كده الشقة عشان تبقى ريحتها حلوه كده وتديك احساس جميل. هنا بقى بوريكم منظر الاوضه بعد ما خلصتها زي ما انتم شايفين كده. ولسه ما عملتش اعجاب للفيديو انزلي اعملي اعجاب للفيديو، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه واعملي مشاركه للفيديو في كل الصفحات والجروبات عشان القناه تكبر بيكم، وفعلي زر الجرس للكل عشان يوصل كل جديد. يعني في رسمه جرس من تحت دوسي عليها هيظهر لك كلمه الكل، دوسي عليها عشان كل فيديو انا بعمله يظهر عندك ويوصل لك. هنا كنت بوريكم الدبدوب اللي معلقاه نفس رسمه الدبدوب اللي على الملايه اهو، رسمه الدبدوب اللي على الملايه هو الدبدوب اللي انا معلقاه اهو زي ما انتم شايفين كده. كنت بوريكم الرسمه اللي على السرير القمر دي. وادي التلاجة بعد ما لمعناها في الجناب ومن الباب. البتاع اللبن اللي لازقه دي في ظهر التلاجة ده القفل اللي بيتباع في السوق بتاع التلاجة، رخم قوي لما بيجي يلزق في التلاجة مش بيرضى يطلع، اوعوا تجيبوه. ادي بوريكم كده ايدين التلاجة، طبعا مكان ما بنفتح التلاجة يعني برضو مسحت الايدين وخليتها بتلمع. والجناب الكيس اللي على التلاجة ده من ساعه ما اشترينا التلاجة ما شلناش الكيس اللي عليها، يعني سايبينه بيحمي التلاجة وبيحافظ عليها. وادي السرير بعد ما اتفرش، والخشبه دي اللي في الزهره زي ما قلت بتاعت الستاره ملهاش مكان سندها هنا وما تقلقوش مش بتقع على البنات. والمخده دي عشان زي ما قلت السرير في فرق بين السرير والحيطه. وهنا بقى الحاجات بتاعتهم بعد ما نظمناها، والدبدوب بتاعها بتاع البنات يعني زي ما انتم شايفين. ومعلش بقى سامحوني على الضرفه الوقعه دي يعني بتاع كومودينو وقعت مني طبعا، ومستنيه جوزي لما يجي بالليل يعملها، يعني يجيب المسامير ويعملها. وهنا يعني سايبين لهم تلفزيون عشان يتفرجوا فيه يعني.
ومعلش الاسلاك دي عشان ممكن تقولوا لي الاسلاك هي احنا هنشيلها يعني، انا بس عشان مكان ما نضفت نزلت يعني، ولما يجي جوزها هيرفع الاسلاك. وده باب بلكونه مش بنفتحها كتير عشان التلفزيون. والدولاب بتاعهم بعد ما لمعناه في حاجتهم يعني، لمعناه وبقى زي الفل. وده صندوق اللعب بتاعهم والكراسي اللي بيقعدوا عليها. وادي منظر الحافظه بعد ما فرشناها زي ما شفتوا اهي، اهو زي ما انتم شايفين. الترابيزه دي مخليها هنا عشان بيخلوا فيها عن الرمودات، الادويه بتاعتهم، لو معاهم كوبايه في ايديهم يسندوا عليها اي حاجه يعني في ايديهم. ادي شكل الحافظه بعد ما فرشناها، شكلها جميل والقطيفه بتاعها كده جميل اهو. بوريكم القطيفه جميل كده وبارز، يعني القطيفه بتاعها بارز وجميل، ودفتهم يعني دفت الاوضه وشكلها جميل كده وشيك جدا اهو زي ما انتم شايفين. هي بس مش عريضه، المقاس بتاعها يعني حلو، يعني في مقاس اكبر بس هيدخل تحت السراير. انا مش عايزه حاجه تدخل تحت السراير، انا عايزاها في الجزئيه دي بس، يعني مقاسها حلو ومناسب اهو زي ما انتم شايفين. ادي شكلها بعد ما اتفرش اهو. ادي الشكل النهائي للاوضه. فاكرين كان شكلها في اول الفيديو ايه ودلوقتي ايه؟ اهو الشكل النهائي. انا النهارده حبيت اشارككم انا وبنضف في الاوضه، عشان خاطر انتي لو كسلانه او بردانه مش قادره تقومي، ارمي الكسل ورا ظهرك وقومي كده تتفرجي الفيديو وتنشطي، وقومي كده خدي بيتك حته حته وارمي الكسر ورا ظهرك. معلش بقى سامحوني لو صوتي مكتوم، انا عندي دور برد، ادعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه ومشاركه الفيديو وتفعيل زر الجرس للكل عشان يوصل لك كل جديد. نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.